حضرتك كلي كتير كذا عشان تجيبي ذكور. الفكرة بتاعت الصحة الجنسية دايما بنرجعها لمقولات كتير وافتكاسات كتير قوي. اصل في القصة ان الست يبقى الخصوبة بتاعتها كويسة، وان الراجل يبقى هرمون الذكورة اللي هو هرمون التستوستيرون بتاعه كويس، فينتج الجسم حيوانات منوية صحيحة عددا، والحركة بتاعتها والتكوين بتاعها. ده هيتم ازاي؟ بالاكل الصحي المتوازن. نقطه من اول الصفر، مفيش حاجه اسمها كذا لو خدته كتير هيعلي او هيقلل، لكن كل ما كان اكلي صحي متوازن، اعتمدت اساسا على الخضار والفاكهه بتاعتي، قللت اللحوم الحمراء او الحاجات اللي فيها كوليسترول ضار، يبقى انا هنا بيبقى صحتي الانجابيه كويسه. هل في حاجات بقى بتحدد مثلا جنس المولود؟ ما هو دي برضو افتكاسه من الافتكاسات اللي بنسمعها، انه حضرتك كلي كتير كذا عشان تجيبي ذكور، لا لو قللتي كذا هتجيبي اناث. الكلام ده مش حقيقي، الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه. اللي بيتحكم في جنس المولود هو الذكر، هو الراجل، مش الست. الست ملهاش اي علاقه بالقصه. لكن لو حيوان منوي عليه كروموزوم اسمه اكس، تبقى محكوم على البويضه اللي هتتلقح ان دي تبقى بنت، لكن لو واي هيبقى راجل. فما فيش حاجه اسمها اكل يحدد نوع المولود اذا كان ذكر ولا انثى.